أنا عمري ما كنت أتخيل إن حياتي توصل للنقطة دي، ولا كنت متخيلة إن الحب ممكن يتحول لوجع بالشكل ده. قصتي بدأت عادية جداً، جواز عن حب وبنت صغيرة وحلم بسيط ببيت هادي. أنا معايا بكالوريوس تجارة، جوزي شريف معاه دبلوم صنايع وفتح ورشة نجارة. اتجوزناه عن حب وخلفنا بنت عندها سنة. بعد الجواز كل حاجة اتغيرت. شريف ما بقاش الشخص اللي عرفته، وأمه كانت السبب الرئيسي. كنت بنزل شقتها وأعمل كل اللي تطلبه مني، ولو اتأخرت شوية كانت أول ما شريف يرجع من الشغل تشتكيله. في الأول سكت، بعد كده تعبت وبقيت أرفض، وهنا المشاكل بدأت تكبر. شريف بقى يزعق، وبعدها مد إيده عليا، مش مرة واحدة، أكتر من 4 مرات. كنت أكلم أهلي يجوا يهدوا الدنيا ويمشوا ويقولولي اصبري، كل البيوت فيها مشاكل. كنت بقوله طلقني، أنا مش قادرة أعيش كده. طلقني أول مرة ورجعني من غير ما حد من أهلي يعرف، وقال لي المهم محدش يعرف. الموضوع اتكرر، طلقني تاني مرة ورجعني تاني، وبرضه من غير ما أهلي يعرفوا. بقيت حاسة إني مستنية الطلقة التالتة، يمكن تكون الخلاص. وفي يوم حصلت مشكلة كبيرة ورمى عليا آخر طلقة. الغريب إني كنت مستنياها، لكن لما حصلت عيطت جامد وحسيت إن حياتي وحياة بنتي ضاعت. كلمت أهلي، وخدت هدومي ومشيت. قعدت عندهم 4 شهور. خلال ال4 شهور شريف كان بيتصل وأنا ما بردش. في يوم رديت، قال لي ما حسيتش بقيمتك غير لما مشيتي. أنا غلطان، مش هلاقي زيك. طلب يقابلني، رفضت، لكن ضغط عليا. قابلته في مكان عام، قال لي إنه سأل وعرف طريقة نرجع بيها لبعض، وقال إن السبب كله أمه، ووعدني بشقة بعيدة عن أهله. قال لي إن الحل إني أتجوز حد تاني يوم واحد وبعدها أطلق علشان نرجع لبعض. وافقت بعد تردد، وهو اقترح أخوه أحمد. رحنا للمأذون واتجوزت أحمد جواز رسمي، لكن لما سألته عن الطلاق المأذون رفض وقال إن اللي بنعمله حرام وإن الجواز لازم يكون حقيقي. بعد أيام شريف وافق يكمل الحل للآخر. روحت الشقة مع أحمد، كانت شقة فاضية. قعدنا نتكلم. أحمد كان مختلف، هادي، فاهم، حس بيا. وفي اللحظة دي حسيت لأول مرة إني ست بجد، حسيت باحتواء وحب. بعدها اتطلقت من أحمد ورجعت لشريف. نقلت الشقة الجديدة، لكن ما مرتحتش. كنت مع شريف بجسمي، لكن قلبي كان في مكان تاني. بعد فترة رجعت أكلم أحمد وبقينا نتكلم في السر، وبقى يزورني. كنت حاسة إن ده حقي وإن ده انتصار ليا، لكن دلوقتي أنا محتارة، أكمل في الوضع ده ولا أطلق ولا أضحي بكل حاجة. أنا مش عارفة الصح من الغلط، ولا عارفة النهاية هتكون إيه. عشان كده بحكي قصتي، يمكن حد يفهمني ويمكن حد ينصحني.